يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جايبه لكم قصه اعلامي متميز، صحفي من العيار التقيل. قصه حياه وائل الابراشي. اتولد وائل الابراشي في 26 اكتوبر 1963 من محافظه الدقهليه في شربين، من عيلة مكونة من 7 أفراد، أب وأم و5 أولاد. كان هو الوحيد المتفوق فيهم جدا، وحصل على بكالوريوس تجارة، وبعدها تعب جدا علشان يشتغل في الصحافة، واشتغل فعلا صحفي في جريدة روزا اليوسف بعد ما قدم استقالته من جريدة الأم. ومن أكتر البرامج الناجحة جدا اللي قدم فيها وائل الإبراشي مواضيع متميزة كان برنامج 10 مساء، اللي حصل على إن هو يقدمه بعد منى الشاذلي. وقدم وائل الإبراشي برنامج 9 بعد نشرة أخبار الساعة 9 على القناة الأولى المصرية. واتهم وائل الإبراشي في عهد الرئيس محمد حسني مبارك ب66 تهمة، اتهم فيها بالتحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية، لكنه طلع منها كلها براءة بعد ثورة يناير. وائل الإبراشي كان متميز جدا جدا في السبق الصحفي، فعمل مثلا سبق صحفي في غرج العبارة السلام، وكمان مقتل المجند سليمان خاطر، وكمان سبق صحفي في مذبحة بني مزار، وكمان سبق صحفي في مرضى الإيدز ومعاناتهم في مصر، وسبق صحفي في سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، وأسباب اغتيال السادات، وتفجير كنيسة القديسين، وتبديل الجاسوس جبرائيل ب25 سجين مصري. بصراحة عمل سبق صحفي كتير جدا. أما عن حياة وائل الإبراشي الشخصية فكانت هي بعيدة جدا عن وسائل الإعلام، وإن وائل الإبراشي اتأخر جدا في مرحلة الجواز، وكانت قصص حبه كتيرة جدا، لكن للأسف ما كانتش بتكمل بالجواز، لكن انتهت إن هو اتجوز من سحر أحمد محمود خريجة ليسانس آداب وحبها جدا، وكانت سحر بتشتغل في الترجمة، لكن لما هو اتجوزها اتفق معاها إنها هتفضى لبيتها وبنتها وبس، وفعلا ده اللي حصل. وائل عنده بنت وحيدة اسمها جيلان. وفي يوم 24 ديسمبر 2020 وهو في برنامج 9 على الهوا في الفضائية الأولى، كانت كحة عنده ظاهرة جدا، وبعد ما خلص الحلقة راح حلل PCR واكتشف انه عنده فيروس كورونا. ولما تعب وائل لجأ لصديقه شريف عباس. دكتور شريف عباس ده طبيب كبد وجهاز هضمي. هتقولي لي هو يعني مش طبيب صدر؟ ايوه، لكن هو قال ان هو هيعرف يعالجه بحباية او اقراص سحرية اخترعها هو عشان يزيل مرض الكورونا خالص، وقال له ده انت هتخف في اسبوع يا وائل، وقال له كمان انت مش هتحتاج تروح مستشفى وهعالجك في البيت. وفعلا كل يوم كان بيديله حباية الصبح وحباية بالليل، أقراص كبيرة جدا ما كانش يعرف اسمها، وكل ما كان يجي يسأله يقول له سميها الحباية السحرية، لكن ما كانش بيقول على اسمها خالص. وأصر دكتور شريف طبيب الهضم والكبد على عدم الاستعانة بدكتور صدر، وعشان كده حالة وائل الإبراشي اتدهورت جدا. ورغم ان التحاليل الأخيرة أكدت ان وائل الإبراشي جاله تليف في الرئة وفشل كمان فيها، لكن ما فيش ولا الدكتور كان بيستجيب ان هو يروح المستشفى ولا حاجة، لكن لآخر لحظة لما جت مراته صممت انها تدخله مستشفى الشيخ زايد، وحاولوا سنة كاملة ان هم يرجعوه لوضعه الطبيعي، لكن طبعا كل المحاولات باءت بالفشل، وللأسف مفيش أي فايدة كان من علاج وائل الإبراشي. وتوفى الإعلامي الكبير يوم الأحد 9 يناير 2022 عن عمر 58 عام بعد صراع مع مرض الكورونا اللي استمر أكتر من سنة. ولكن بعد وفاته فجرت زوجته مفاجأة اتهمت فيها طبيب المعالج إن هو السبب في موت وائل الإبراشي، وموته مات بخطأ طبي. بعد كده دكتور خالد منتصر فجر مفاجأة وقال على حسابه الشخصي من قتل وائل الإبراشي إنها جريمة مكتملة الأرقام، وقال إن دكتور شريف عباس
ما قالش على اسم الدواء اللي اداه لوائل وانه هو خدع وائل لحد ما تسبب في موته. وفعلا حققت معاه النقابة وطلع براءة. الطبيب المعالج شريف عباس طلع براءة من كل الاتهامات، واتحال الدكتور خالد منتصر للجنة تأديبية بسبب الكلام اللي نشره عن زميله شريف عباس، وقال انه هو قاتل وما كانش لسه حد حقق معاه من النقابة. رحم الله الإعلامي المتميز وائل إبراشي وأسكنه فسيح جناته. من فضلك ومن فضلك لو وصلت لنهاية الفيديو اوعى تنسوني في لايك واشتراك للقناة، وكمان كومنت حلو من كل متابعين وائل إبراشي من جميع أنحاء العالم. بشكركم جدا وشكرا جزيلا.